السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لي وصفتنا اليوم نوع حلو من الجزائر. طبعا أكيد معروفين الجزائر بأصناف الحلو المميزة اللي عندهم. هذا النوع يقولوا له الدمعة، وبالنسبة في ليبيا يعرف باسم عين الجمل. النوع هذا من الحلويات طبعا سهل في التجهيز. مكونات ما ياخدش هلبة مكونات. بالنسبة للحشوات تقدروا تديروا الحشوة اللي تناسب إمكانياتكم تناسب ذوقكم الشخصي. طبعا أنا حشيتها باللوز الأبيض. تقدروا تحشوه حتى بالكاكاوية اللي هو الفول السوداني. بعد ما تقلوها وتقشروها ترحوها وتطبقوا نفس الخطوات. الخيارات متاحة ليكم وديروا اللي يناسبكم. أول حاجة نشكر المتابعين اللي معي في القناة، ونرحب أكيد بالمتابعين الجدد. نجول للمقادير. بالنسبة للمقادير أنا استخدمت كوب العادي. تستخدموا الكوب أو القياس اللي انتوا تبوا كوب كبير تبوا كوب صغير، المهم بنفس الكوب تكملوا جميع الخطوات. درت هني 3 أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات. استخدمت النوع دقيق العادي. طبعا حطيت عليه حوالي ظرف فانيليا أو كشيك كبير ممسوح مسح، وحطيت عليه حوالي ربع كشيك صغير من الملح. بالنسبة للمادة الدهنية استخدمت هنا كوب خليط بين سمن وزيت وزبدة. طبعا الخليط هذا حينجح معاكم العجينة أحسن من إنكم أنتوا تديروا نوع واحد. لكن لو مش متوفر عندكم 3 أنواع هادو تقدروا تديروا نوعين من اللي متوفر عندكم. ضفت طبعا الدقيق وحاولت اني اني انبسسه كويس. اني اني نخلط المادة الدهنية في الدقيق الى غاية ما دقيقنا يتشرب السوائل اللي حطيتهم. بعد ما بسسته حنضيف له نص كوب خليط بين ماء زهر ومية. لو حابين تستبدلوا مية الزهر بمية العطر طبعا عادي. نحاول اني نعجن لكن ما نحطش الكمية مرة واحدة. على حسب نوع دقيق مرات نحتاجه اقل من نص كوب ومرات نحتاجه اكتر من نص كوب. انا استخدمت هنا نص كوب بالضبط. طبعا وحاولوا انكم انتوا تعجنوا العجينة كويس إلى غاية ما تنخدم معاكم وتتجمع كلها مع بعض. في الوقت هذا نجمعها على هيئة كورة ونحطها في صينية ونحطها طبعا في الثلاجة. حطيتها بالنسبة لي يعني ليلة كاملة. تقدروا تريحوها العجينة حتى 3-4 ساعات عادي وتبدوا تشتغلوا بيها. لكن النوع هذا من الحلو يفضل ان احنا نعجنوها ونخلوها ترتاح بهالشكل اللي تشوفوا فيه. حطيتها في صينية ولفيتها بقطعة بلاستيك وقمتها. لنقش العجينة استخدمت هنا الخلاص. طبعا هذا خلاص جديد. يفضل هو مش يفضل هو المفروض ان احنا لو ما بنستخدمه خلاص نستخدمه خلاص ويقعد لي الحلو فقط، يعني ما نستخدموش بحاجة تانية. لو مش متوفر عندكم خلاص جديد تقدروا تستخدموا حتى المنقاش متاع المقروض. نجو بعد ما ارتاحت عجينتنا هذا تاني يوم عجنتها كويس العجينة بحكم إنها فيها السمن والزبدة أكيد حتجمد معانا. وبعدين كورتها. بالنسبة للكورة أنا هنا استخدمت الميزان. درت من 22 إلى 24 جرام كل كورة كوزن. الحجم اللي أنا درته يعتبر حجم كبير. لو انتوا حابين تصغروا تقدروا تديروا 15-16 جرام. بس يفضل ان احنا نقيسوهم باش حتى يجوا حجم واحد. لو الميزان مش متوفر معناها بيكون هنا عينكم ميزانكم. بتحاولوا انكم انتوا تديروا الكور نفس الحجم. هذا شكل الكور بعد ما جهزتهم خليتهم على جنب. نجول لي الحشوة. بالنسبة للحشوة أنا زي ما قلت لكم استخدمت هنا لوز. حنكيل حوالي 200 جرام من اللوز الأبيض. يعني هذا اللوز أبيض عادي. طبعا هذا المقشر ومرحي مش طايب. لو انتوا حابين تديروا اللوز الطايب
براحتكم، تديروا اللوز الخزايني، اللوز الأحمر، تبوا تديروا الكاكاوية اللي هو الفول السوداني، بتديروا فستق، الحشوة اللي تناسبكم. أهم حاجة إن احنا نضيفوا لها حوالي 2 كواشيك كبار من السكر الحبيبات، وحطيت لهم حوالي نص كشيك، من نص كشيك لكشيك من القرفة على حسب كل واحد وذوقه. لو انتوا القرفة ما تفضلوهاش تقدروا تستغنوا عليها، لكن هي حتعطي إضافة حلوة أو نكهة حلوة للوز. خلاص أنا هنا حطيت السكر والقرفة، حنعجنهم مع بعض بربع كوب من ماء الزهر. تبوا تستبدلوه بماء العطر تقدروا عادي. الناس اللي ما تعرفش شنو هو مية العطر، هو زي الزهر بالضبط، نبتة العطر، بس يقطروا فيها ويطلعوا منها مية زيها زي ماء الزهر. تستخدم في المغرب العربي أكتر، أو هي معروفة في المغرب العربي. لو انتوا حابين تديروا حتى مية الورد طبعا أكيد تقدروا تديروا اللي تبوه. أنا هنا خلاص خلطت كويس مية الزهر مع اللوز. طبعا أنا حنضيفها إلى غاية ما اللوز متاعنا نقدروا نتحكموا فيه ونشكلوه. بعد ما كملت طبعا لاحظت اني انا خلاص المية اكتفيت بيها، اخذت مني زي ما قلت لكم ربع كوب. اهم حاجة انها تتشكل معنا، يعني مش تكون هلبة فيها مية العطر. المهم اللوز يتجمع معنا. نجو توا نقيسوا اللوز او العجينة اللوز اللي نبي نضيفها في كل قطعة. بالنسبة لميزان اللوز أنا درت من 8 إلى 10 جرام على حسب. أهم حاجة زي ما قلت لكم إنكم أنتوا تلتزموا لو بالميزان، وبالذات الناس اللي حابة تدير مشروع وحابة تبي تبيع، يفضل إن أنتوا تلتزموا بالميزان. نكمل المقدار اللي عندي. طبعا أنا دار لي المقدار هذا 21 قطعة، ولو أنتوا حابين حجم أصغر أكيد حيكون العدد أكتر. جهزت اللوز، درته طبعا برمته بالشكل اللي تشوفوا فيه. حاولت اني اني نضغط عليه ضغطات خفيفة ونبرمه ودرته تقريبا نفس الطول. جهزت الكمية اللي عندي، وهذه الكمية اللي أنا جهزتها. نجو توا لعملية الشغل أو كيف نديروا الفورمة اللي تشوفوا فيها. عملية سهلة. ناخد طبعا الكورة العجينة أو كور العجينة اللي أنا مجهزتهم، ناخد المشط نحطه بالوضعية هذه، نرش عليه كمية خفيفة من الدقيق، ونجيب العجينة ونحاول إني أنا نفردها تكون رقيقة على الخلاص أو المشطة. طبعا ناخد نص الكمية نضغطها على الخلاص، والنص الثاني نخليه برا. أهم حاجة نحاول إننا نضغط كويس، وما ننسوش رشة الدقيق الخفيفة هذه باش حتى العجينة ما تلصقناش. ونضغط كويس على الباقي طبعا العجينة كلها. أنا الخلاص اللي عندي أو المشطة اللي عندي نص بنص، يعني نص تعتبره غليظ والنص الثاني رقيق. فأنا حنحل العجينة. طبعا استعنت بالأداة متاع حلان العجينة، لكن تقدروا تحلوا حتى بيديكم. حطيت كمية أو نص العجينة عليه الخلاص أو المشط، والنص الثاني من برا. ضغطت كويس بحيث الفورمة نبيها تبان. طبعا زي ما قلت لكم المشط متاعي أنا نص بنص، فأنا لما ضغطت حاولت إني أنا نفس العجينة تكون من ناحية الجهة الغليظة، والنص الثاني تكون من الجهة الرقيقة. ولازم رشة الدقيق الخفيفة هدية حتى باش نضمنوا العجينة ما تلصقش فيها. حطيت يعني هنا اللوز وبرمت عليه العجينة، وحاولت اني اني طبعا نسيرها او نسايس العجينة بشوية الى غاية ما نكمل اللفة، ونسكر العجينة من النهاية، وبعدين نعطيها الشكل اللي نبو نديروه شكل الدمعة. لكن في خطوة لازم تندار قبل ما نلصقوهم لبعض. ناخدوا بياض البيض ونحطوه حاجة بسيطة في الطرف متاع العجينة، وبعدين نضغطه. هذا يعتبر زي اللصقة حتى باش العجينة متاعنا ما تنفكش من بعضها. خلاص عطيناها الشكل اللي نبو نديروه، هذا هو شكلها. نحطها طبعا في الطاجين ونكمل أكيد باقي الكمية اللي عندي،
وحاولت في نفس الوقت اني اني نكرر العملية قدام الكاميرا حتى باش تشوفوا كيف بالضبط الخطوات. اني في نهاية العجينة هني استعنت ببياض البيض باش حتى ضمنت اني ان خلاص يعني حتى من تحت العجينة بإذن الله حتلصق. في الوقت هذا حنشغل الفرن 180 درجة ونخليه إلى غاية ما يسخن معانا. حنديروا خطوة أخيرة قبل ما نحط الطاجين في الفرن، واللي هي عبارة عن إن احنا نبغى نحط قطع لوز فوق كل قطعة من الدمعة اللي قدامكم. هناخد لوز بقشورة مش طايب عادي، ناخد كمية من بياض البيض نحطها على اللوز ونحطها بعدين في الفتحة أو الدمعة اللي من داخل هذه. لو حسيتوا الفتحة متاعكم كبيرة حاولوا إنكم أنتوا شوية تضيقوها بإيدكم، حتصغر معاكم وحتجي في وسط العجينة بشكل حلو. حطيت الطاجين في الفرن وخليتها في الرف الثاني من اللوطة إلى غاية ما أخذت تحميرة خفيفة من فوق. هذا شكلها بعد ما طلعت. مجهزة شربات أو عقدة أو شيرة على حسب طبعا فرق اللهجات، مجهزتها وباردة وهي طبعا تعتبر سخونة. حنحط عليها الشربات. بالنسبة للناس اللي حابين يديروا النوع هذا من الحلو لمناسبة ويديروها قبلها بأيام، تقدروا بعد ما تكملوا الخطوات هذه كلها وتديروا لها الشربات تقيموها عادي، تقيموها في مكان جاف. المهم طبعا الفترة ما تكونش طويلة هلبة، نقولوا احنا 3-4 أيام. لو حسيتوها جافة تقدروا تضيفوا لها كمية تانية من الشربات. أهم حاجة احنا من بعد ما نسقوها بالشربات نخلوها حوالي من 6 ساعات ليوم كامل، وبعدين تقدروا تحطوها في علبة وتحتفظوا بيها. وقبل مناسبتكم أو قبل الاستخدام تشوفوا لو أنتوا حسيتوها إن هي تحتاج إنكم أنتوا تحطوها في شربات، تقدروا تدفوا شوية الشربات وتسقوها بيها وبعدين تقدروا تستخدموها. إن شاء الله وصفتنا اليوم عجبتكم ونتمنى أني قدمتها بالصورة اللي تليق بيها. ما تنسونيش من صالح الدعاء، وحنخلي لكم إن شاء الله التعليقات اللي جايتني على القناة، واستنوني بإذن الله في فيديو جديد.